دلوقتي احنا عرفنا الماركتنج استراتيجي وعرفنا نفرق ما بينها وما بين الماركتنج بلان وعرفنا كل المصطلحات اللي احنا ذكرناها في السيشن الاولى. لكن السؤال المهم دلوقتي وهو كالتالي: احنا المفروض ايه اللي هنحطه جوه الماركتنج استراتيجي؟ يعني باختصار لما العميل يجي يقول لي انا عايز منك ماركتنج استراتيجي، المفروض بقى احط له جوه ايه؟ باستثناء ان انت هتلاقي تحت في تمبلت كامله عن الاستراتيجي وانواعها وكذا طريقه تقدم بيها الاستراتيجي بتاعتك، ولكن خلينا ندرس الموضوع بشكل بسيط جدا ويسهل عليك، ودي الاساسيات اللي تقدر تشتغل عليها علشان تنفذ الماركتنج استراتيجي بتاعتك. اول عنصر عندنا بنحطه في الماركتنج استراتيجي بتاعتنا هو البيزنس اوبجيكتيف. فاكر البيزنس اوبجيكتيف اللي احنا قعدنا نقول بندور عليه وبنعرف بيجي ازاي؟ دي اول حاجه بنحطها عندنا، لان من غير اوبجيكتيف انت كل اللي انت بتعمله ده تقريبا ملوش اي قيمه ولا ليه لازمه ولا هتعرف اصلا تبني استراتيجي صح. لازم تسال العميل هو انت عايز تزود فلوس؟ فاول حاجه هتعملها انك تحط في البيزنس اوبجيكتيف اي هدف من الاهداف اللي احنا اتكلمنا عنها بالتفصيل داخل السيشن الاولى بتاعه البيزنس اوبجيكتيف. بعد كده النقطه الثانيه هي الماركت ريسيرش، ولحد ما نتكلم عن الماركت ريسيرش ازاي بيحصل، ولكن ده جزء اساسي بيتحط في الاستراتيجي. انت بعد ما بتحط الاوبجيكتيف بتقول والله انا قعدت ادور بعمل سيرش ازاي بنوصل للاوبجيكتيف ده، فبتحط الماركت ريسيرش بتاعك. دورت على مين المنافسين، سرشت فين، ايه الافكار اللي جات لك وانت بتسرش، تبدا تحط الانسايت، ارقام معينه اتحطت، مبيعات معينه عرفت انها حصلت قبل كده او مبيعات معينه بتحصل بالفعل مع حد من المنافسين. شايف السوق بالنسبه لك مهم ولا لا؟ شايف ايه الطاقه بتاعتك، ايه الطاقه اللي موجوده، الناس رايحه تشتغل ازاي، السوق بتاعنا هيتوسع قد ايه، احنا بعد قد ايه عندنا امل ان احنا ناخد قد ايه او من الماركت شير. كل دي اسئله بنجاوب عليها داخل الماركت ريسيرش بتاعنا. الجزء الثاني بنتكلم عن الكاستمر ريسيرش. احنا عملنا الابحاث بتاعتنا او احنا دورنا على الكاستمر فين، طب لقيناه بيحب ايه، ما بيحبش ايه مشاكله، ايه احتياجاته، ايه اللي بيخليه يشتري، ايه الاعتراضات اللي بتمنعه من الشراء، وايه اللغه اللي بيستخدمها لما بيتكلم عن المشكله بتاعته. بعد كده هنحط الكومبيتيتور اناليسيس. الكومبيتيتور اناليسيس ده او تحليل المنافسين. انا بصيت على المنافسين لقيت عندهم ايه اكتر حاجه مميزه عند المنافس بتاعي. لازم نعرف المنافسين بيعملوا ايه اللي بيقدموه وبيتكلموا مع الجمهور ازاي، ايه نقاط القوه بتاعتهم وايه نقاط الضعف بتاعتهم، ومش علشان نقلدهم وبس ولكن علشان نعرف هم وقفوا فين ونكمل. وخد بالك نجاح البيزنس بتاعك لما تعرف تقدر المنافس بتاعك صح وتفهمه بشكل كويس جدا. خلصنا كل ده بنبدا نحط حاجه من الحاجات المهمه وهي التارجت اودينس. وفي التارجت اودينس ده بنسال بشكل عام مين الجمهور العام بتاعنا اللي احنا عايزين نستهدفه. طيب الجمهور العام ده مين فيهم احنا فعلا هيقدر يشتري مننا بنسبه 100%؟ طيب سنهم كام، مكانهم فين، اهتماماتهم ايه مستوى المادي بتاعهم، وهل فعلا عندهم مشكله في استخدام المنتج بتاعنا ولا لا، وايه اهم مشكله المنتج بتاعنا بيحلها. لما ناخد كل المعلومات دي ونجاوب عليها بشكل صح بنجاوب على النقطه اللي بعديها وهي الباير بيرسونا. الباير بيرسونا بنقول ببدا اتخيل الشخص بتاعي اللي هيشتري مني بنسبه 100% قد ايه. ممكن احط له اسم، ممكن احط له سن، ممكن ابدا اتخيل يومه ماشي ازاي وبيستخدم البرودكت بتاعي ده في انهي هو جزء بالظبط. والتخيل ده جزء مهم جدا عشان تطلع الكونتنت بتاعك او تطلع الميديا برودكشن او الكامبين بتاعك بشكل كويس. على سبيل المثال انا لو جيت اماركت لكتاب مثلا زي الكتاب اللي ورايا ده مثلا، ده كتاب بيتكلم عن الصحه النفسيه وعن حاجات لازم تجاوبها. لما جيت اتخيل الشخص اللي ممكن يشتريه فاكتشفت ان هي ممكن تكون بنت عايزه تطور من ذاتها، حابه ان هي تعيش تجربه ان هي تقعد مع نفسها شويه، فممكن هتقعد مع نفسها في مكان مثلا كافيه معين يكون فيه خضره، كافيه مثلا في جنينه او في فيلا، بتشرب مثلا ايس لاتيه. فاذا التخيل اللي انا صورته ده كون معايا الباير بيرسونا او الكاركتر ده هو ده بالظبط اللي احنا بنعمله في الاعلان بتاعنا. ان انا بتخيل ان بنت مثلا في الجامعه معاها نوت بتاعتها بتحب تكتب ورقه والقلم، اشترت الكتاب وبتدون وبتكتب وهي قاعده قدامها الايس كوفي بتاعها، قاعده في مكان فيه جنينه بتسمع موسيقى هاديه، لان هي عايزه تعيش رحله من رحلات تطوير الذات او تغيير الذات بتاعتها. خلصنا كل ده، خش بقى في الحاجه اللي ليها علاقه بالبرودكت وهو الجزء بتاع البرودكت بوزيشننج او التموضع. والفكره هنا احنا بنحدد هو العميل عايز يشتري البرودكت ده ليه. يعني مثال هو عايز يشتري الكتاب ده علشان معلومات اللي فيه، عايز يشتري الكتاب ده علشان فايبس معينه عايز يعيشها او حاجات معينه عايز يقراها، عايز يعيش الكتاب ده من منبع الفضول اللي داخل جواه. وبنبدا نسال لما العميل بيسمع البراند بتاعنا ايه اكتر حاجه بتيجي في دماغه وايه اكتر حاجه انا عاوزها بالفعل تيجي في دماغه. هل العميل حاططنا في خانه ان احنا الارخص فعايزين ناكد على ان احنا الارخص بالفعل؟ هل حاططنا في خانه ان احنا هاي كواليتي فلازم نركز على ان احنا فعلا هاي كواليتي، ولا احنا الاسهل الاسرع، ولا مختصين في فئه معينه؟ وبعد ما بنخلص البوزيشننج ونكتبه بشكل كويس جدا بيطلع لنا حاجه اسمها الفاليو بوزيشننج، وهي اجابه عن سؤال بسيط جدا ملوش تاني: ليه العميل بيشتري مننا احنا بدل ما يشتري من الناس التانيه؟ يعني انا لو جيت قدمت نفس الحاجه ببلاش هل هيسيب الناس التانيه ويجي لي؟ طيب لو انا قدمت الحاجه بكواليتي اقل هل هيسيب الناس التانيه ويجي لي؟ هنا الفاليو بوزيشننج لازم اعرف القيمه الحقيقيه اللي العميل بيبص لي منها. خلصنا كل ده واتاكدنا من النتيجه اللي هيحصل عليها العميل بتاعي، خش في النقطه اللي بعديها وهي البراند فويس. انا خلاص عرفت الاوبجيكتيف بتاعي، عرفت انا مين العميل، تخيلته، فهمته وركزت معاه، عرفت
عرفت خلاص انا بتارجت مين، عايز بقى براند فويس، عايز التون بتاعتي او صوت الطريقه اللي بتكلم بيها او الطريقه اللي البراند هيتكلم بيها هتبقى عامله ازاي. فلو انا قررت زي ما احنا قلنا في المثال بتاعنا ان احنا بنتكلم عن حد بيحب الحياه عايز يطور من نفسه، طبيعي جدا ان انا ابقى بتكلم بشكل فريندلي او بشكل ودود اكتر، لان انا بستهدف فئه معينه. ممكن مثلا يكونوا حابين كلام بطريقه معينه، حابين هزار، حابين يعيشوا جزء من انواع السكينه، على عكس براند تاني ممكن يكون مثلا مهم جدا ونبدا يتكلم عن النشاط والطاقه ويلا بينا وعايزين نجهز واحنا اسرع واحنا نقدر وحاجات زي كده. فده البراند فويس اللي احنا بنتكلم عنه. ولازم يكون للبراند صوت واضح او طريقه واضحه في الكونتنت اللي بيقدمه. انا عايز ابين للناس ان انا خبير في الشيء الفلاني، خلاص انا هقدم اديوكيشن كونتنت، محتوى تعليمي، وهتكلم دايما بصوت ان انا بديك نصايح لازم تلتزم بيها. حد تاني هيبقى بيتكلم لا احنا مش اديوكيشن، احنا ناس بنتست مع بعض وبنجرب، احنا كوميونتي، فمفيش مشكله ان انا اتكلم مع الناس بصيغه اللي هو تعالوا نجرب، تعالوا نحاول نعمل يمين وشمال. فهنا ده البراند فويس من الحاجات المهمه جدا اللي بتحدد حتى شكل الكونتنت بتاعك. ونصيحه ليك لحد ما نخش على الجزء بتاع الكلاينت، البراند فويس ده من اكتر الحاجات اللي لازم تحددها كويس قوي 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 وتتكلم فيها مع الكلاينت بتاعك، لان البراند فويس ده هو هتتجنب تعديلاته اللي ممكن تحس ان هي مش مفهومه. زي مثلا لو انت جيت وكلمت الناس بشكل ودود يقول لك انا حاسس ان لا الكونتنت مش مناسب، ايه رايك نقول له احصل الان فتقول له لا ده مخالف للبراند فويس اللي احنا قدمناه، انت هنا بتتكلم بشكل رسمي واحنا عايزين نتكلم بشكل ودود، او انت هنا بتتكلم بشكل تعليمي وان انت من وجهه نظرك الرجل الخبير واحنا عايزين نتكلم من منطلق او من منظور ان احنا كوميونتي وبنساعد الناس. خلصنا كل ده هنذكر الاوفر او البرايسنج. هنا بقى هنبدا نتكلم عن المنتج نفسه، سعره عامل ايه. طيب السعر ده هل هياخد ضمان، هياخد بونص، هياخد طريقه دفع، ايه السبب اللي بيخلي العميل يشتري دلوقتي وما ياجلش الشراء لبعدين؟ كل ده بنحطه في الاوفر بتاعنا. ومش شرط الاوفر انه يبقى عرض ان انت تاخد خصم مثلا كذا، لا احنا عايزين الحاجه اللي فعلا هتخلي العميل يشتريها دلوقتي بدل ما يشتري او ياجل عمليه الشراء لوقت تاني. على سبيل المثال ان انا هديله ضمان، ده يقدر نقول عليه اوفر كويس جدا. على سبيل المثال تاني ان انا اقدر اقول لك مثلا ان هو هيشتري البرودكت مثلا عشان عندنا ضمان استرجاع او مثلا سياسه استرجاع واستبدال، عندنا اي حاجه ليها علاقه بالبرودكت ذات نفسه، مش شرط ان يبقى فيه خصم على السعر، بس اي حاجه تتحط مع المنتج علشان تديله فاليو، وهو ده اللي بنسميه الاوفر او العرض. ظبطنا كل ده وفهمناه، هنخش للجزء اللي بعد كده هو الكاستمر جيرني، ودي هنسميها العميل بيشوف الاعلان بتاعنا من اول مره. المفروض العميل بعد ما يشوف الاعلان ايه اللي يحصل له بالظبط؟ هل هيسكيب الاعلان؟ طيب لو ما عملش سكيب ودخل على الاعلان، ايه اول حاجه المفروض تظهر له؟ اللاندنج بيج. طب اللاندنج بيج دي هيشوف منها ايه؟ هينزل لتحت، ايه القسم الثاني اللي هيشوفه؟ طب ايه السكشن رقم 3؟ طب المفروض يضغط على ايه؟ هيضغط على حاجه يوديه على تشيك اوت، ولا هيضغط على حاجه يوديه على الواتساب؟ طب لو هيروح للواتساب ايه نوع الرساله اللي هنبعتها له؟ طب لو بعتنا له رساله وما ردش هنبعت له تاني ايه؟ طيب لو رد ازاي هنقفل معاه؟ كل ده الكاستمر جيرني، الرحله اللي العميل بناخده فيها من نقطه معينه عشان نوصله للنقطه اللي احنا عايزينه يوصل لها. خلصنا كل ده هنبدا نتكلم عن الماركتنج فانل. في الماركتنج فانل ده هنقول حاجه مهمه جدا، ان الفانل هي الطريقه اللي بننظم بيها انتقال العميل من شخص اول مره يشوفنا لنبدا ننقله لمراحل ان العميل ده يشتري مننا مره واثنين وثلاثه. وقد يبدو الموضوع بسيط واتقال في جمله، ولكن دي حاجات بتقتل بحثا وبتقتل عشان تتنفذ كويس جدا في البراند اللي احنا عايزين نشتغل عليه. والفانلز بتاعتنا انواع هنتكلم عنها بالتفصيل، ولكن اشهرها تبدا بالاويرنس وبتنتهي بالاكشن. والاويرنس هنا ان العميل يبقى عارفك، والاكشن ان هو خلاص اشترى منك او الراجل بقى حبك وخلاص خاض التجربه بتاعته. وبعد ما بيشتري منك بنبدا معاه فانل جديده علشان يشتري منك مره واثنين وثلاثه، وبعد ما يشتري منك مره واثنين وثلاثه بنبدا معاه فانلز جديده علشان يبدا يبقى وورد اوف ماوث او يبدا يعلن ويقول التجربه بتاعته للناس. خلصنا الفانل اللي هنعرف انواعها بعد كده، هنركز على النقطه الجاي وهو الماركتنج تشانل. الماركتنج تشانل كل الفانلز وكل الحاجات اللي انا عايزها دي انا عايز اعرضها فين؟ عايز اعرضها على انهي بلاتفورم؟ على ويب سايت ولا على انستجرام، على فيسبوك؟ طب ده انا هعرفه منين؟ هعرفه من شكل العميل اللي انا تخيلته. شكل العميل ده هو بيستخدم انهي بلاتفورم اكتر من الثانيه، وهل مثلا نسبه ان العميل ده يشتري من انهي بلاتفورم اكتر؟ هل هيثق فيك لو انت جروب على الفيسبوك، ولا هيثق فيك اكتر لو انت بتبعت له نيوزليتر على الايميل؟ نوع الشكل اللي احنا هنشتغل عليه ده هو ده اللي هيحدد. وعلى سبيل المثال مثلا ان انت ممكن تكون مصنع، المصنع ده بيصدر لشركات معينه، ده ما اقدرش اقول ان السوشيال ميديا بتاعته هتوصله لجزء كبير، ممكن تبقى كويسه، ولكن انا راجل بتارجت مثلا نوع معين من الناس دي ممكن تكون موجوده في الايميل ماركتنج، يبقى اذا انا هتارجت الايميل ماركتنج، بقول ان التشانل الاساسيه بتاعتي هي الايميل ماركتنج. خلصنا كل ده، يلا بقى ندخل في الحاجه الاساسيه اللي هنتكلم عنها بعدين، وهي الكونتنت استراتيجي، ان احنا نكتب كونتنت استراتيجي. وبشكل سريع الكونتنت استراتيجي فيها كذا حاجه مهمه، هي بنحدد دور المحتوى في تحقيق الاستراتيجي، والكونتنت استراتيجي دي بقى لحد ما
نبدا ندرسها بالتفصيل. الكونتنت استراتيجي دي بنكتب فيها كذا نقطه. اول نقطه بنحدد دور المحتوى في الاستراتيجي هيبقى ايه بالظبط. هل دور المحتوى انه ينقل حد من هنا بس، ولا دور المحتوى انه يركز قوي ويبني في توب فانل في الطريقه بتاعه الاويرنس؟ دور المحتوى ايه في الاستراتيجي؟ هنتكلم عن ايه المحتوى او نوع المحتوى اللي احنا هنقدمه، تعليمي ولا ترفيهي ولا بيعي ولا ايا كان. ايه الرساله الاساسيه اللي المفروض توصل للشخص اللي هيشتري مننا من المحتوى؟ وبعد كل ده خلصنا كل ده بنحط في الاخر الكي بي اي بتاعتنا. والكي بي اي دي اللي مهمه جدا اللي نحدد فيها نجاح اللي احنا قلناه ده كله، وهل قدرنا ان احنا نحققه بشكل صح ولا لا. فهنا لازم نحدد احنا هنقيس النجاح بايه. هل المبيعات، عدد العملاء، الكونفرجن ريت بالنسبه لنا، ولا الكاستمر اكوزيشن كوست، هنراجعها بالريتنشن ريت، ولا البراند اويرنس؟ لان اي استراتيجيه عايزين نتكلم عنها لازم تكون قابله للقياس. ملخص الفيديو بتاعنا ده. ودلوقتي عايزك تكتب الورقه والقلم كل الافكار اللي جات لك وكل الحاجات اللي جات في دماغك، وده ملخص الجزء بتاع الاستراتيجي بشكل اساسي. احنا اول حاجه بنبدا بيها البيزنس اوبجيكتيف، بعدها بنعمل ريسيرش، بعدها بنعرف مين الاودينس بتوعنا، وبعد كده بنبدا نركز على الفاليو بوزيشننج والبوزيشننج، بعدها بنركز على الاوفر والكاستمر جيرني، بعدها التشانلز والفانلز بتاعتنا، ومن ثم بنتكلم عن الكونتنت استراتيجي، وفي النهايه بنبدا نتكلم عن الاوبتمايزيشن او القياس اللي احنا هنقيس عليه. ومهم جدا نفهم ان العناصر دي مش منفصله عن بعض، كلهم بيكملوا بعض في الاول وفي الاخر عشان يكونوا لنا ماركتنج استراتيجي او يكونوا لنا صوره كامله مهمه جدا للبراند بتاعنا. وعايزك طول ما انت شغال تفضل الماركتنج استراتيجي قصاد عينك تقراها مره واثنين وثلاثه. وعايزك كمان تتعلم حركه ان انت تبعت الماركتنج استراتيجي بتاعتك للاي اي، والاي اي يبدا ينقدها ويقول لك عليها، وتخليه يقيم الكونتنت اللي انت بتعمله او بتكتبه هل هو متوافق بالفعل مع الاستراتيجي اللي انت كاتبها ولا لا. بكده نكون خلصنا السيشن بتاعت النهارده، واتمنى تكون مفيده. لو عندكم اي اسئله تقدروا تكتبوها علشان هنجاوب عليها في السيشن الاسئله. شكرا ليكم انكم متابعينا، وشكرا ان انتم ملتزمين بالورقه والقلم، واتمنى تبقوا ملتزمين بالورقه والقلم في ان انتم تسجلوا النوت، واتمنى ان انتم على ما تخلصوا الكورس ده يبقى عندكم قد كده افكار من الحاجات اللي احنا بنقولها. اشوفكم بخير في سيشن جديده. مع السلامه.